زمان كانت جدتي دايما بتقول ان الصحة تكفؤ راسنا، محدش بيحس بيه غير اللي فقده. ومن خبرتها كطبيبة وست عاشت وشافت كتير، كانت بتحكي لينا دايما وتقول ان كل مرض ليه حكاية وكل علاج ليه طريقة. ودي حكاية النهاردة من حكاية مع جدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاوزين نتكلم عن نقص الحديد، أو بمعنى أصح اللي مشهور ومعروف عند الناس هو إن أي حد يشوف حد يقول له الله ده أنت عندك أنيميا، ده أنت عندك ضعف. طب هو الحديد مهم لإيه؟ الحديد مهم لحاجات كتيرة جدا، مهم للمخ، للذاكرة، للقدرة العقلية، للعضلات، للمناعة. كمان بيخش في تركيب الهيموجلوبين اللي هو بينقل الأكسجين من الرئتين لكل خلايا الجسم. طيب إيه اللي بيخلي الناس تقول لبعضها أنت عندك أنيميا أو حاجة؟ أول حاجة بتظهر على البني آدم أو الشخص بيعرفها بيبقى عنده إيه؟ وشه مصفر. كمان لو سلمت على شخص عنده أنيميا ممكن تلاقي أطرافه ساقعة. كمان بيحصل تشوهات في الضوافر بتاعته. كمان ممكن نلاقي زوايا الفم بتاعته فيها تشققات. طبعا ده بيبقى حاجات ظاهرة. طيب نقص الحديد هيعمل ايه للشخص؟ طب الشخص نفسه يحس بايه غير ان هو شايف ان زوايا بقه مشققه وان وشه اصفر؟ بس ده الناس هتقوله له، طبعا لو بص في المرايه هيعرف. وغير تشوهات الضوافر والكلام ده كله، اول حاجه يحصل له صداع، دايما مرهق مش قادر يقوم يعمل حاجه، عنده فقدان في الشهيه مش عاوز ياكل. كمان ممكن يكون في رعشه في ايديه خفيفه كده. كمان فقدان الذاكره شويه، يعني هتلاقي العيل يذاكر ولكن بعد ما يذاكر ينسى اللي ذاكره. الأم لما تلاقي كده المفروض إنها تروح تعمل له تحليل، تكشف عليه. لو مش قادرة تروح تبع التأمين الصحي بتاعة المدرسة وتعمل له تحليل أنيميا أو تحليل صورة دم كاملة علشان تشوف عنده أنيميا ولا لأ، تشوف مخزون الحديد عشان تعرف عنده أنيميا ولا لأ. تعرف عنه حاجات كتير علشان تعالج حكاية النسيان. النسيان هو مش إن كل واحدة تيجي تبص تقولك إيه أصل ابني بينسى، أصل هو لعبي فمن كتر لعبه هو بينسى. لا، ممكن يكون عنده أنيميا. هتبص تلاقيه كمان يميل إلى إن هو ياكل حاجات حادقة. ممكن في ناس منها بيحصل لها توتر، يحصل لها توتر كتير جدا. طيب لو ما ينقص الحديد ممكن يعمل إيه؟ يعمل فشل في عضلة القلب، يقلل المناعة، يزود التهابات الجسم في أي مكان. لو واحدة حامل ممكن يحصل لها إجهاض، أو تخلف عيل وزنه قليل عن الطبيعي. طيب إيه اللي بيخلي الحديد ينقص؟ ناس ما بتاكلش حاجات فيها حديد، ما عندهمش القدرة المادية يشتروا لحمة ويشتروا سمك، يشتروا حاجات يعني فيها حديد، فما يقدروش يشتروها، يبقى القدرة المادية. تاني حاجة ممكن كبار السن، واحد كبير في السن فأكلته بتبقى ضعيفة، مش قادر إن هو ياكل كويس، حتى لو خد حاجة بياخدها بنسبة بسيطة قوي، فبرضه عاملة له نقص في الحديد. الناس النباتيين اللي ما بياكلوش اللحمة أو السمك أو بعض الحاجات اللي فيها الحديد، كبدة والسبانخ والمكسرات. ممكن كمان يكون نقص الامتصاص. نقص الامتصاص يعني ايه؟ يعني انا باكل حديد كويس قوي وكل حاجة بس جسمي ما بيمتصوش. طب ما بيمتصوش ليه؟ لاني عندي اسهال مثلا، او لا قدر الله فشل كلوي، او مثلا عنده ارتجاع في المريء. الستات ممكن يجي لهم الدورة الشهرية لو جت بنزيف قوي، واحدة ست مركبة لولب فبيجي لها كل مرة الدورة بشكل نزيف جامد جدا، فطبعا يحصل لها أنيميا. كمان في بعض الأدوية زي الأسبرين ممكن تتاخد تعمل نقص حديد. واحد كل ما ياكل يشرب شاي فطبعا برضو يعمل له نقص حديد، أو يشرب لبن لأن الكالسيوم اللي موجود في اللبن ممكن يخلي الحديد ما يحصلوش إيه؟ امتصاص. طيب إيه إزاي أشخصه ده؟ أول حاجة هنعمل صورة دم كاملة ونشوف طبعا نسبة الهيموجلوبين ونسبة مخزون الدم في اللي هو الفيروترين، ونعمل تحليل حساسية للقمح، ممكن ده برضو يسبب لنا نقص في الحديد. أول حاجة عشان نعالج المفروض إن احنا نعالج السبب، احنا لما نعرف السبب نعالجه. تاني حاجة إن احنا ناخد الحديد عن طريق الإيه؟ الأكل، زي اللحمة والسمك، البقوليات، السبانخ، الخشاف بتاع رمضان ده اللي هو عندك البلح وعندك الزبيب والقراصية والمشمشية والكلام ده كله. وكمان في حاجات لازم ناخدها كمان تساعد على امتصاص الحديد، زي ايه يعني؟ زي الجوافة والليمون، الحاجات اللي فيها فيتامين سي. خلاص، وما ناخدش الحاجات اللي بتقلل الامتصاص زي ما قلنا اللبن، الشاي، او واحد ياخد حبوب تقلل الامتصاص بتاعه الحديد. خلاص، فناخد حاجات
تزود امتصاص الحديد. زي ما قلنا فيتامين سي بيساعد برضو على امتصاص الحديد كويس. طيب لو احنا بقى خلاص الشخص دوت مثلا خد الاكل كويس وكله تمام، بس برضو لسه عنده نقص في الحديد، اول حاجة هناخد برشام حديد، وده بيتصلح فيه الانيميا بعد حوالي شهرين. انما ممكن ناخده عن طريق الوريد وده افضل، لكن اللي هو العضل غير مفضل بصراحة، يعني لأنه ممكن يكون ليه مضاعفات جامدة جدا يعني. لكن لو احنا هناخده عن طريق الوريد هناخده لمدة أسبوعين وخلاص، ومش هناخد تاني، هتبص تلاقي الأنيميا اتصلحت. أرجو أن أنا أكون اتكلمت عن نقص الحديد بشكل كويس، بحيث أن الناس تستفيد أو تعرف نقص الحديد ممكن يعمل إيه، وأن هو بيأثر على إيه، وموجود في أكل إيه، والحاجات اللي بتقلل امتصاصه فنبعد عنها لو احنا لسه واكلين. يعني ما واحد يحب يشرب شاي يشربه بعد الأكل بساعتين، واحد عاوز يشرب لبن برضه يشربه بعد الأكل بساعتين عشان نقلل أي امتصاص. وكمان مثلا لو احنا بناخد أي أدوية ناخدها بعد الأكل برضه بحوالي ساعة أو ساعتين، علشان امتصاص الحديد يكون امتصاص جيد وجسمنا يستفيد بالأكل اللي كأناه. سلام عليكم. ما جدتي دايما بتختم كلامها: الدواء مش بس في الصيدلية، الدواء كمان في الكلمة الطيبة والعبرة اللي بنتعلمها. لو استفدتوا من كلام جدتي قولولنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان توصل لكم باقي الحكايات من حكاية مع جدتي.